أعزائي المشاهد، معانا حميدة الحنفي هتقدم لنا شعر العامية وبصورة جديدة. نسمع حميدة دلوقتي. قولي لنا يا حميدة هتقدمي لنا ايه؟ انا هكتب حاجه عن كنت كاتبه حاجه عن ذكريات الماضي. مع حميدة وذكريات الماضي. ذكريات الماضي. ليتنا ندرك معنى الاخطاء وندرك معنى الكلام ونفهم معناه قبل ما يلام علينا الآخر، ونعيد شريط الحكايات وكل في أوهام أن نفكر أن يرجع القلب كما كان، أن تصفى كما كان. زمان كان طيب وكريم يغدق الحب ببذخ، ظن أنهم الحب أو يوم أصدقاء، لكن فجأة تلقى جفاء استنكار لمعروف كان. فلا تسألوني لماذا النسيان والبعد عنكم رغم أنكم سبب تجاهل معرفتكم كما كان القلب طيب. لا يوم يكره فجأة حولوا القلب أسود، أو ما يدري شعور صامت بعبث تائهة مع ذكريات الماضي. أنتم السبب خيانة مشاعر، خيانة حب، فأنتم من صنعتم الكذب وبدلتم الحق باطل وبذور ووهم. فلا تسألوني لماذا الخصام رغم كنا يوما بصحبة دون فراق وهجر. اليوم وجع وألم ودموع تسيل من ظلم. أنتم المقربون فأنتم تجهلكم راحة بال، والاهتمام بأي شيء آخر غيركم خير منكم. المهم أنكم صاحب فتن وأسام، لو فتحنا الكراس فالأيام السوداء أنتم السبب فيها، بهم وحزن وألم ووجع. واليوم تسألوا عن فراق وهجر، اسألوا أنفسكم فأنتم من بكانا وفتر دموع عينانا. فلا تنتظروا أن تعود الأيام كما كانوا، فالقلب اسود وطفحا من أفعالكم. فلا تعاتبوا غيركم، عاتبوا قبل أنفسكم. ذكريات الماضي. واحنا دلوقتي خلصنا مع حميدة اهوت. يعني هي ديت فضفضه كده زي خواطر. يعني انا قصدي منها ان ساعات في حد مثلا بيسيء لك الكلام، ومثلا حد ليه مثلا قريب ليك او انت كنت بتحبيه قوي وبتديله كتير، فهو بقى مثلا بيجي مثلا يقول لك انت زعلانه مني، لا انت ما بتكلمنيش، لا انت اصلا جواكي ما عادش طايق يشوفه او يكلمه. فانا كتبت ذكريات الماضي. يعني هم لو فكروا هم بيعملوا ايه مش هيساعدوا. ما هو البني ادم المفروض اول ما يخط خطوه يا حميده، اول ما يطلع بلفظ، لان الكلمه شرف، الكلمه مبدأ، الكلمه كيان.